السلام عليكم، مرحبا بكم، إن شاء الله كامل تكونوا بخير. عاودت طليت عليكم اليوم بوصفة من أروع الوصفات اللي وجدتها. وصفة تذوب في اليد قبل الفم وبنتها يا سلام. ننصحكم كامل تسيوها. طريقتها ولا أسهل، ما تحتاجي لا تنقشيها لا تقتلي روحك. بطريقة بزاف سهلة راح تحصلي على هاد البنة. مالا شوفي معايا لا فيديو للأخير باش تستفادي من كامل النصائح وتنجحي فيها ان شاء الله. بلا ما نطول عليكم نفوتوا نشوفوا كيف المقادير وطريقه التحضير. نبداو نوجدوا كيف الوصفه تاعنا. راح نبداو بالعجينه اللي نحتاجو فيها 2 كيسان تاع فارينه مغربله. سعه الكاس تاعي 220 مليلتر، ولا ديروا حوالي 300 غرام تاع فارينه. ديروا رشه مليحه تاع ملح، ضروري هذا الرشه تاع الملح في جميع حلوياتنا باش الحلويات ما يجيوش صامتين. وتحتاجوا نص مغرف صغيره تاع لافاني. صوتي راهو شويه مبدل، راني شويه مريضه بصح معليش، راح تفهموا عليا كامل. ونفس الكاس اللي كيلنا به الفارينه راح نكيلو به الزبده تاعنا. شوفوا عندي كاس ناقص 7 ونص، ولا حوالي 120 غرام تاع زبده طريه. واذا ما عندكمش الزبده عوضوها بلا مارغرين عادي، ليسونسيال تكون طريه. نروحو نحطو الزبده مع الفارينه ونبداو نخلطوها مليح. هنا لازم تخلطوها مليح. الوصفه تاع اليوم بزاف سامبل، سهله وكامله راح تنجحوا فيها ان شاء الله. وزيد على واش قلت لكم سهله، ما راح تنقشوها ما والو. طريقه بزاف هايله وتخرج لكم شكل ولا اروع. بعد ما تخلطوها مليح نروحوا نجيبوا ما زهر يكون دافي. على واه دافي باش ما يتشكلوا لناش الحبيبات في الفارينه تاعنا ولا في العجينه تاعنا وتفسد لنا، ما تجيناش مليحه. نحطو مزهر غير بشويه. هنا ماشي تحطوه على مره واحده، تحطو غير بشوي وتبقاو تلموا في العجينه تاعكم. ما ديروهاش طريه بزاف، يعني كي تحطوا مزهر كيما قلت لكم غير بشويه برك وتبقاو تلموا بيدكم. كي حسيت بلي راهي بدات تلم لي في يدي حبست، ما حطيتش مزهر. هنا راني نلم فيها برك، مانيش راح نعجنها، يعني غير شويه برك، مام با دقيقه. شوفوا غير راني لميتها برك، قلت لكم ما لازمش تكون طريه على واه باش ما تعبكمش ومن بعد في الخدمه. بعد ما نكمل العجينه تاعي ولا بعد ما نكمل نلمها نحطوها في ساكون بلاستيك ونخليوها ترتاح على الاقل نص ساعه. كيما شفتوا ماهيش طريه مليح. نروحوا نوجدوا كيف الحشو. انا هنا استعملت كاوكاو محمص، تقدروا تعوضوه عادي باللوز محمص. الكاوكاو تاعي رحيته رقيق ودرت 2 كيسان. درت معاه 2 مغارف كبار تاع سكر كلاص، تقدروا برك ديروا مغرف تكفي. انا حسيتها بلي جات شويه حلوه. ما تنساوش الحلوه تاعنا راح نزيدو نعسلوها ومن بعد. اللي تحب الحلاوه دير 2 مغارف كبار تاع سكر كلاص، واللي تباعد شويه على الحلاوه ما تحبش الحلوه تكون حلوه بزاف ديروا برك مغرف تكفي. حطيت مبشور حبه ليمون وتخلطوا مليح. بعدها راح نزيدو نحطو نص مغرف، عفوا مغرف صغيره تاع زبده كيف تكون طريه، ونبداو نلمو الحشو تاعنا بمزهر. هنا تبقاو تعجنوا مليح هذاك الكاوكاو في يديكم باش يذوب السكر، يتعسل. كي يتعسل راح يلملكم الكاوكاو وتحصلوا على قوام اللي تقدروا تشكلوه. هنا اعجنوا مليح. الحشو تاعكم ما لازمش يكون يابس ومام طون ما لازمش يكون طري لو بوين اللي ما يتلملكمش. ها كيما شفتوا هنا حسيتوا بلي خاص شويه، راح نزيد له شويه تاع مزهر. هو ومن بعد في يديكم راح تعرفوه. كي تلقاو بلي تقدروا تشكلوه عادي بلا ما يتفتت، يعني هذاك هو القوام المطلوب. بعد ما كملنا نروحو كيف نحطوه في ساكون بلاستيك ونخليوه تاني يرتاح. وبعدها نروحو نشكلوه اصابع صغار. الوزن تاع الوحده 26 غرام، تقدروا ديروا الوزن 23 غرام، يعني على حسب الطول تاع السيجار اللي راح تخدموه. كيما انا تاعي الطول تاعو 8 سنتيمتر. بهذه الطريقه.
وبعد ما يرتاح الحشو تاعكم واذا لقيتوه شرب مليح ما زهر ورجع لكم يتفتت، تقدروا تزيدوا له رشه، تعجنوه مليح وتشكلوه عادي. انا هنا كما قلت لكم وزنته 26 غرام، نتوما تقدروا ديروا 23 غرام، راح يخرج لكم حبات كثر. بعد ما نكمل كامل الحشو تاعي نروحوا نفوتوا العجينه اللي تكون راهي ارتاحت ونبداو نخدموا عليها مباشره. دوك تشوفوا الطريقه كيفاه احتاجني هذاك الشكل، شكل بزاف هايل وبلا تعب. العجينه تاعي راح نقسمها على زوج باش ما تعبنيش في الخدمه، ونخدموها بهذه الطريقه. يعني لا فيديو ما تحتاج شرح، راهي بزاف موضحه الخدمه. نطرحوها بهذه الطريقه، نرش شويه فارينه باش تعاوني في الخدمه، ونحلوه بهذه الطريقه في الطول، تطرحوه في الطول. هنا ما تطرحوهش رقيق بزاف. ومن بعد راح نجيبو هذا هو اللي راح نخدمو به الشكل تاعنا. على بالي كامل عندكم شريتوه عنده اعوام ومحطوط في الدار ما ديروا به والو. هاني جبت لكم وصفه ان شاء الله تعجبكم. الشكل جا بزاف هايل، سيوه على بالي كامل راح يعجبكم ان شاء الله. هنا تضغطوا مليح باش يديلكم هذيك لافور بهذه الطريقه. هنا راح نحي الزايد تاع العجينه ونقصوا، نديروا شريط العرض تاعو 8 سنتيمتر. نتوما كيما حبيتوا الطول تاع السيجار تاعكم يكون 8 سنتيمتر ولا اقل شويه، قادرين ديروه 6 سنتيمتر. طول ما يهمش، راح نشكلوا عليه الحبات. العرض نتوما تحددوه كيما حبيتوا، يكون 8 سنتيمتر ولا 6 سنتيمتر. انا كي درت 8 جاني بزاف مليح، ماشي الحبه كبيره بزاف وماشي صغيره. هنا راح ندهن بشويه تاع ماء وين راح نحط الحشو هنا وندوروا العجينه. شتوني كيفاه قلبت العجينه، قسمتها على زوج وقلبتها باش ما تفسدليش، ولا هذوك الخطوط ما يتنحاوش. هنا نديروا دوره واحده، نهزوه غير بشويه، نحطوا يدنا في الماء ونقفلوا الحبه بهذه الطريقه باش ما تتحللناش في الفوغ. هذه الطريقه بزاف هايله، وفي ساعه راح تخرجوا حبات ما شاء الله. هذه بالك اسهل حلوه، انا كنت نتمتع وانا نخدم فيها. في ساعة تخرج لكم حبات بزاف ما شاء الله، وبلا ما تتعبوا، والنتيجة ولا أروع. كيف قلت لكم نبل يدي بشوية تاع ماء ونقفل بهذه الطريقة. راح نعاود معاكم حبات اخرين باش تفهموا عليا مليح. هنا ما تضغطوش بزاف كما قلت لكم باش ما تنحيوش هذوك الخطوط. ديما ندهنوا بالماء بلاصتو راح نحطوا الحشو ونديروا دوره واحده ونقصوا. طبعا هذا الجزء هذا في الحبه تاعنا راح نحطوه من تحت باش ما يبانش، ونكملوا باقي الحبات حتى نكملوا كامل العجينه تاعنا. كما شفتوا العجينه ما خليتهاش كيما هكاك، لازم نقلبها باش الخطوط يجيو على برا تاع السيجار تاعنا. فوالا بهذه الطريقه نقفل عليها مليح. والحلوه تاعنا قبل ما نطيبها لازم نخليها ترتاح على الاقل 3 سوايع. 3 سوايع على واش باش ينشف هذاك الشكل، وكي نحطوه يطيب ما يتنحاش. على بالنا بلي العجينه ما فيهاش الخميره، بصح حتى كي تحطوها هكا يعني غير كيما تكملوا الخدمه تحطوها طيب راح تنحى لكم هاد لا فورم. عليها لازم تخليوها تنشف مليح، والحشو ما تخافوش ما راحش ينشف. راح نزيد نخدم معاكم الجزء اللي بقى لي تاع العجينه. هذوك الزوائد تاع العجينه اللي يبقاو اكيد راح نعاود نلمهم في ساكون بلاستيك نخليهم يرتاحوا مليح، ومن بعد نعاود نطرح بنفس الطريقه. العجينه تاعي تخرج حوالي 22 حبه، بصح الحشو كي درت 2 كيسان تاع كاوكاو خرج لي 14 حبه.
تقدروا نتوما ديروا 3 كيسان تاع كاوكاو معاهم 2 مغارف تاع سكر غلاس وتكملوا الخدمة. راح تحصلوا على حوالي 22 حبة تاع سيجار. هذه الطريقة بزاف هايلة، ان شاء الله تكونوا فهمتوا عليا. سيب هاد الوصفة كامل راح تعجبكم متأكدة، وبارطاجيوها مع كامل الناس اللي تعرفوهم باش كامل يستفادوا. هنا بعد ما خليت الحلوة تاعي كيما قلت لكم نشفت مليح، حطيتها في البلاطو اللي راح ندخلو على الفوغ تاعي خليته يسخن مليح على 180 درجة. نحطها تديلي تحميرة خفيفة من التحت، تزيد تحميرة خفيفة من الفوق، ونخرجها مباشرة نحطها في عسل. العسل تاعكم تكون شوية ثقيلة، ماشي ثقيلة بزاف، شوية. هنا في الفوغ كما شفتوا ما تبدلتش لافور، ما تنحاوش هذوك الخطوط. كما قلت لكم الحلوة تاعنا هكاك سخونة، حطيتها مباشرة العسل تكون شوية عاقدة، نعسلهم مليح، نخليهم يتقطروا. تقدروا تحطوا لهم شوية تاع كاوكاو مرحي متوسط على الأطراف. طبعا واذا خدمتوا الحشو تاعكم باللوز حتى على الاطراف ديكوريوه ولا زينوه باللوز يكون مرحي متوسط. وديما كي تحبوا ترمدوا الحلويات تاعكم في الكاوكاو ولا اللوز ولا رحيوه متوسط وغربلوهم من هذاك الرقيق تاعهم ولا لابودغ تاعهم اللي طايح. هنا بعد ما كملت عسلت كامل الحبات تاعي. هذه هي طريقة بزاف سهلة، تقدروا هنا تزيدوا تحطوهم في الكيسات راح يمدلكم شكل ولا اروع. كانت هذه الوصفة تاعي تاع اليوم، ان شاء الله تكون نالت اعجابكم. اكيد في نهاية الوصفة ولا نهاية الفيديو راح تشوفوني كيفاه نقسم حبة على زوج. الحشو جا بزاف هايل، العجينة كيف كيف. ننصحكم كامل تسيوها واستناوني في وصفات اخرى ان شاء الله. ما تبخلوش عليا بجيم لا فيديو ورايكم في لي كومونتير. ما بقى لي غير نقولكم سلام ونتلاقاو في وصفة جديدة ان شاء الله.